السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي بناتي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا بكم مع فيديو تقييمات الأسبوع العاشر. نشوف مع بعض الأسبوع العاشر. طبعا زي ما احنا شايفين بداية الأسبوع اهوت تقييمات اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الأول الأسبوع العاشر. يلا نشوف مع بعض الأداء الصفي. طبعا اول حاجه طبعا الوحده الرابعه، ما زلنا في الاسبوع التاسع والعاشر. طبعا الوحده الرابعه سيف اند شاين. نشوف مع بعض الاداء الصفي. اول جمله we must protect the space from pollution as long as we can. طبعا بروتكت مشهوره جدا، يحمي، يجب علينا ان نحمي ايه من البولوشن، التلوث، باكبر قدر ممكن او بقدر استطاعتنا. يبقى طبعا الاجابه تبقى environment اللي هي البيئه. يبقى يجب علينا ان نحمي البيئه من التلوث بقدر الاستطاعه. ما ينفعش اقول رمر اللي هي طبعا شائعه، ولا سكام نصب او غش او احتيال، ولا روين يدمر او دمار. يبقى الاجابه طبعا environment اللي هي البيئه. الجمله الثانيه the school started، المدرسه بدات ايه to clean the school playground and the surroundings. خد بالك من كلمه surroundings اللي هو المحيط، البيئه المحيطه. يبقى المدرسه بتاعتنا بدات ايه مبادره او حمله، يعني ممكن تقول كامبين او initiative. يبقى الاجابه الصح ايه initiative. طبعا خد بالك ان initiative معناها مبادره. طب كلمه رامور قلنا ما ينفعش شائعه، ولا طبعا سكام قلنا قبل كده غلط، ولا طبعا ميثودز اللي هي طرق او وسائل. يبقى الاجابه الصح initiative مبادره. الجمله اللي بعد كده رقم 3 بيقول لي they are going home، مروحين البيت as soon as they have finished. طبعا عشان ننجز في الجمل الجرامر سهله جدا اهيت، بس انا طبعا الفعل finished يبقى على طول بيجي وراها ايه ing. يبقى الاجابه الصح writing. نفس الكلام 4 مهمه جدا عشان ريمبر دي يا جماعه. money what money، واحد بيقول للتاني باستغراب فلوس ايه ديت I don't remember anything from you. هي جمله غريبه بس سهله برضو. انا مش فاكر اني خدت منك اي فلوس. يعني الشخص بينكر اخذ الفلوس، يعني فعل شيء وعامل نفسه ان هو ايه ما عملوش، يعني تذكر او لم يتذكر انه فعل شيء هو اصلا فعله. يبقى ريمبر هنا ايه اللي هي المشهوره في القاعده بتاعتنا، شخص ما فعل شيء ما وتذكر انه فعله او لم يتذكر انه فعله، يعني كانكار او كهروب من مشكله او ورطه او وضع بيهرب من الموضوع اهوت. يبقى اي نجيب الاجابه الصح تيكينج. الاجابه الصحيحه طبعا تيكينج. ريمبر اي نجي. يلا بعد كده I am looking forward to، اتطلع الى، طبعا مشهوره جدا يبقى على طول اي نجي يبقى joining. بعد كده رقم 6 برضه هنا مهمه الجمله. طبعا الجمله في اخرها كلمه كرول بيبول، يعني الناس القاسيه، قاسي او شرير. يبقى افويد يعني يتجنب، وافويد قلنا قبل كده كتير في فيديوهات سابقه ان معناها ايه بيجي وراها ايه اي ان جي. يبقى افويد ميكينج الاجابه الصحيحه. يلا بعد كده intended 7 intend، قلنا intend بيجي وراها تو المصدر. طبعا في اللغه ممكن تيجي وراها ان جي، بس هي مشهوره طبعا في المناهج بتاعتنا ان هي intend تو المصدر. يبقى اختار تو باي. رقم 8 بتاع الكلمات they will space people to know their opinions about the internet service. هيعملوا ايه دراسة استطلاع. يبقى زي will survey يقوم بمسح او دراسة او استطلاع. يبقى الإجابة هنا ايه survey. طبعا weaken يضعف، بطريقة قلنا قبل كده يخون او يغدر، deceive يخدع. 9 planting trees along the roads has a good، طبعا له ايه يا جماعه زراعه الاشجار
بامتداد الطرق له تأثير، يبقى امباكت على البيئة، امباكت انفلونس effect on أو of the environmental بيئة. facts طبعا حقيقة، وباك قطيع أو مجموعة من. نشوف مع بعض كده الواجب المنزلي. طبعا الواجب المنزلي عبارة عن قطعة فهم جميلة جدا بتتكلم عن الرولز. لو بصينا مع بعض كده بقول لي rules are of extreme importance to all of us، يعني القواعد والتعليمات والقوانين مهمة جدا لنا جميعا. some people get bored or object to one rule or another، بعض الناس بتمل، تزهق أو بتعترض على قاعدة أو قانون أو آخر. but no one can deny that life would be impossible without rules. محدش يقدر ينكر إن الحياة تكون مستحيلة بدون القواعد والقوانين. traffic rules are among the most important in modern life، من المهم جدا أكثر أهمية في الحياة الحديثة. when you drive your car هيبدأ يتكلم بقى على قوانين المرور. وانت السيارة العربية there are many rules to follow، هناك قوانين وقواعد يجب أن تتبعها. your car has to be in a good condition، العربية تكون حالة كويسة. you have to check the amount of petrol in your car، تأكد طبعا من كمية البنزين، افحص بنزين العربية. otherwise وإلا it may stop suddenly in the middle of a crowded street causing you a lot of trouble، ولا ممكن تتوقف فجأة في منتصف الطريق مزدحم أو الشارع مزدحم crowded طبعا، وتسبب لك إيه؟ كثير من التعب أو المشاكل. بقول لي بعد كده it's really essential، طبعا شيء ضروري أو جوهري that you adjust، تظبط المراية to be sure that no one is parking behind you، تأكد محدش راكن وراك. don't forget to measure the level of oil، تقيس طبعا مستوى الزيت in your engine في المحرك and be sure the battery is working properly، وتأكد طبعا ان البطارية شغالة كويس. the tires should be checked، برضو الكاوتش او العجل يجب ان يفحص قبل moving الحركة. if you neglect، نكتر طبعا لو انت اهملت ذلك you will have to face the trouble of changing the flat tire by yourself، هتواجه مشكلة تغير طبعا الاطار او الكاوتش بنفسك. if you don't check your wipers، المساحات مهمة جدا دي يا جماعة هنستنتجها عنها في الأسئلة. لو ما فحصتش المساحات you will be sorry، هتندم. it might rain suddenly، هتشتي فجأة. and spoil your trip، وتبوظ لك الرحلة ما تشوفش حاجة يعني. you have to check the brakes، افحص الفرامل. also or you will bang against، ترتطم، تخبط، تصطدم بإيه؟ the first tree in front of you، أول شجرة تقابلك. don't forget to fasten your seat belt، وهتنسى تربط حزام الأمان. or you will pay a fine، وإلا هتدفع غرامة. after all these precautions، بعد كل هذه التدابير الوقائية الإجراءات. do you still want to drive a car، هل أنت ما زلت عاوز تسوق عربية؟ يلا نشوف مع بعض الأسئلة بتاعتنا الجميلة، قطعة سهلة جدا حتى معلومات عامة تعرف تحلها. أول سؤال بيقول لي to clean or dry the glass in front of the driver، أنا حتى لو ما ترجمتش كلمة وايبرز عشان تخمن طبعا الجملة، وأنت عشان تنظف أو تجفف الزجاج اللي قدام السواق استخدم إيه؟ بريكس. وقال لي بريكس هتخبط، مالهاش علاقة بالتنظيف. يوز إيه؟ وايبرز، مش هنستخدم المراية، مير معناها مراية. سيت بيلت حزام الأمان، لا يبقى استخدم إيه؟ الوايبرز، المساحات. مصطلح طبعا كراش انتو، هو قال فوق بانج، فوق اهيت you have to check the brakes، افحص الفرامل. also or you will bang against the first tree، يبقى bang against، يبقى جابت bang against معناها كراش انتو، تصطدم بيه. in order not to pay a fine، عشان ما تدفعش غرامة you must، هو قال حدد بالذات كده في القطعة فوق، لو طلعت فوق القطعة هتلاقي حد قال لك ايه؟ fasten your seat belt، اربط حزام الامان. ما قالش افحص الزيت، ولا قالش غير الكاوتش، ولا قال اظبط المرايه، دي مالهاش علاقه طبعا ده في الغرامه. الغرامه طبعا عشان حزام الامان. وات ويل هابن اف يو دونت فاسن يور سيت بيلت، بياكد برضه اهوت، يعني 3 و4 يساعدوا بعض. طبعا هتدفع هنا ايه؟ غرامه لو انت ما ربطتش حزام الامان، يبقى يو ويل او يو ماي بي ا فاين، ممكن تدفع غرامه رقم سي. ما قالش تعمل حادثه، ولا قال هتواجه مشاكل في شوارع مزدحمه على الحته ديت، ولا العربيه طبعا هتتعطل. 5 طبعا في القطعة عندك كلمة give no or too little attention،
لو انت خدت بالك في قطعه قلنا if you neglect، لو انت اهملت يعني لم تدي اي اهتمام او اديت اهتمام بسيط، يبقى الاجابه طبعا neglect. ما ينفعش اقول forget ينسى، ولا بيانج يرتطم او يخبط، ولا تشيك يفحص او يتاكد منه. بعد كده الكلمه طبعا the underlined word that، يا ترى كلمه ذات قال ايه بقى، عايده على ايه؟ طب نبص مع بعض كده، نرجع تاني كده نفتكر برضه مع بعض كلمه ذات في القطعه. قال if you neglect that، قال لك the tires should be checked before morning. الفقرة التانية اهو، الكاوتش او الاطارات يجب ان يتم فحصها قبل الحركة. هتواجه مشكلة ايه؟ هتغير العربية الى الكاوتش بنفسك، يبقى الإجابة هنا ايه؟ ذات يقصد بها ايه؟ checking the tires. آخر سؤال، the best title for the passage، أفضل عنوان للقطعة extreme rules، ولا the rules of life، ولا why people don't like rules، ولا the importance of rules. طبعا أهمية الايه؟ القواعد أو القوانين. يبقى الإجابة الصح الأخيرة. نشوف مع بعض يلا كده التقييم الأسبوعي. نشوف مع بعض بقى كده يا حبايبي التقييم الأسبوعي. طبعا في غلطة هنا مكتوب الأسبوع الثامن، طبعا المفروض الأسبوع الإيه؟ العاشر. طيب نشوف مع بعض يلا كده نحل شفوي. في آخر الفيديو هتلاقي الحلول موجودة طبعا لسؤال الرايت اللي بقى مقرر علينا بعد نزول المواصفات الجديدة، طبعا الامتحان نصف العام وآخر العام. سؤال الرايت طبعا نموذج إيه؟ The thief said that he had stolen the jewelry. اللص قال ان هو سرق المجوهرات. حط admitted، طبعا admitted معناها اعترف، بيجي وراها ان جي، هتقول بقى the thief admitted stealing، هترجع طبعا stolen لستيل، تحط لها ان جي، يبقى the thief admitted stealing the jewelry. الجملة الثانية حط refused يعني رفض، بيجي وراها طول مصدر. he didn't want to come to the meeting، ما كانش عاوز يجي الاجتماع او المقابلة، يقول he refused to come to the meeting. بعد كده it's not a good idea to smoke cigarettes، ليست فكرة جيدة أن تدخن سجاير، يبقى you must avoid smoking cigarettes. avoid بيجي وراه ان جي يتجنب. you should avoid، الأفضل طبعا نقول you should avoid مش you must، عشان not a good idea، يبقى نقول you should avoid smoking cigarettes. 4 you shouldn't park here، بنراجع تعريفات اهوت. ينبغي عليك الا تركن هنا. parking is not allowed here، حلو كتيرة جدا. parking is forbidden here. parking is not permitted here. parking is banned here. parking is prohibited here. I no longer borrow books from the library، لم أعد أستعير كتب من المكتبة. يبقى تقول بقى ايه؟ ستوب اي ان جي، توقف عن فعل الشيء المؤقت او نهائيا امتنع، يبقى I stopped borrowing books from the library. جروب بي let's play chess، اقتراح يلا بينا هيا بنلعب شطرنج، يبقى he suggested اي ان جي بقى اقترح، يبقى he suggested playing chess. The students have done the exercise، finished انهى، بيقول اي ان جي، يبقى the students have finished doing the exercise. The students finished doing the exercise. 3 could you turn the light off please، ممكن تطفي الأضواء، تفصل الأضواء لو سمحت. do you mind طلب اهوت بقى request مهذب polite، يبقى do you mind would you mind turning off ing، هل تمانع do you mind أو would you mind turning off the lights please، أو turning the lights off please. he said أو she said that she didn't break the glass. denied يعني أنكر، بيجرى ان جي، هي انكرت بقى ايه؟ كسر الزجاج، يقول she denied breaking the glass. why don't we go to the theater، لما لا نذهب الى المسرح؟ I suggested going to the theater، انا اقترحت الذهاب للمسرح، بيقول ان جي.
let's go to the zoo نفس الفكرة، يبقى he suggested going to the zoo. حسن has just done the exercise نفس اللي قبلها برضه، يبقى حسن has just finished doing the exercise. ممكن تقول حسن finished doing the exercise. could you open the door please نفس اللي قبلها برضه، would you mind أو do you mind opening the door please. she said that she had broken the glass، يبقى she admitted breaking the glass. طبعا you aren't allowed to smoke here، غير مسموح لك تدخن هنا، حط smoking، يبقى smoking is not allowed here. كده الفيديو التقييم العاشر خلص، يا رب يكون نال إعجاب الجميع. دعمك طبعا وتشجيعك لنا بيجعلنا طبعا ننشر المزيد. نوه تاني، الإجابات هتلاقيها مكتوبة في نهاية الفيديو. انتظر المزيد، خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هي زي الإجابات بتاع أسئلة الرايت الخاصة بنموذج A طبعا ونموذج B ونموذج C. يا ريت أي طبعا مشترك في القناة مش مفعل زر الجرس يفعل زر الجرس طبعا عشان تصل إليه كل الإشعارات، يتابع الفيديوهات أول بأول.